بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا داخله في الجد على طول اهوت في اول الفيديو، ما عملتش مقدمه، ما عملتش اي حاجه، دخلت لكم على طول على طاجن اللحمه بالبصل الاول كده، قبل ما ابدا اغسل في المواعين بتاعه اليوم او بتاعه امبارح اللي انا كنت سايباها، كنت بعمل لها باي باي كده مع بعض. قعدت يا جماعه راحه جايه راحه جايه على المطبخ، المواعين دي مش هتتغسل؟ ريحتها طلعت. يا بنتي اختشي على دمك بقى وقومي اغسلي المواعين. المهم قلت اما اولع على الاكل الاول، يعني ايه، عشان اكون جهزت للناس اللي في رقبتي دولت غداهم، وبعد كده ايه نغسل المواعين. شغلت المسلسل وقلت يلا يا بنتي تشجعي، وبدات ان انا اصبنهم كده، صبنت كله الاول. حطيت الكوبايات في جنب كده على الرخامه، وفي العين التانية بتاعه الحوض الاطباق بقى وكل حاجه، والسجان بتاعه الفرن دي اللي كانت مكان الفطير غسلتها برضو، وحطيتهم كده يتصفوا، ولما ينشفوا ويجفوا كده هدخلهم الفرن. خلصت اهو، اللي اتشال في المطبقيه فوق اتشال، ودولت اللي هيتشالوا في الادراج. دول بوريكم المطبقيه اهو بيتحط فيها حاجات، وفي حاجات بتتشال في الادراج والضلفه التانية. تمام. الحوض نضيف طبعا، دي اول مرحله من مراحل غسيل المواعين. طبعا انا موطيه النار خالص على طاجن اللحمه بالبصل. انا بعمله ازاي؟ انا بشوح اللحمه كده في حته سمنه صغيره، وبعد كده بعد ما تتشوح وتتخدر وتغير لونها بس كده من بره كلها، اقوم حاطه فوقيها البصل كتير بقى. تمام. وبعد كده اسيبها شويه هي بتطلع ميه. لو حسيت ان هي مش هتطلع ميه كفايه بزودي لها ميه عادي، زودي لها ميه انت من عندك، وسيبيها بقى مع نفسها كده مع نار هاديه تستوي على مهلها. معرفش ليه اللحمه لما بطبخها بتصغر، حجمها بيكش كده. المهم اول بقى ما تبدا ها تستوي، او خلاص يعني فاضل لها حاجه بسيطه على السوي، حطي لها قطع البطاطس دي. يعني انا بحطها من باب ان احنا بنحب البطاطس اصلا، عموما مع اللحمه يعني، لكن هي بتتعمل من غير البطاطس اصلا. دي الادراج بتاعتي بعين فيها الحاجه. كان احط عصرة الليمون هنا وكان فوق حطيت طبسيه كده وكنكه القهوه يعني، ودي كان بغلي فيها مشروبات يعني حطها برضو تحت. ودي بتاعت المعالق، حطها في الضلفه فوق، برتب فيها المعالق وارفعها تاني. ما بحبش احط حاجه حواليا كده كتير، عشان الرخامه اصلا بتاعه المطبخ ده صغيره اصلا. المهم بعد ما بعمل اللحمه بالبصل كده، انتي حره بقى، حطي لها البهارات وحطيها في طاجن فخار ودخليها الفرن، او اعملي لها التكه بقى اللي انا بعملها لها ده. في صوص اسمه صوص الديمي جلاس، بودره كده بتتباع عند العطار. انا عملت لكم بيها قبل كده الكفته اللي بالبصل، وعملت لكم فيها الفراخ اللي بالبصل وكل حاجه. بعملها نفس الحكايه، بدوب معلقه كبيره كده في كوبايه ميه، واقوم حطاها على اللحمه واسيبها شويه، بتخلي بقى اللحمه بتلمع، وكمان بتخليها الصوص بتاعها سميك شويه. تمام. آم، الترامس اللي فوق دي يا جماعه كنا جايبينها من ابو 5 ريال، وللاسف ما بتحفظش الحاجه سخنه. شكلهم حلو قوي، بس اعمليهم واقعدي اشربي اقعدي جنب الترمس اشربيهم على طول، اشربي الحاجه اللي انت عاملاها. شايفين بقى الحته لما رقت ونضفت؟ لو نتشجع كده على طول. غسله الطاجن بقى اهو، مستنيه على بال ما اللحمه تستوي علشان احطها في الطاجن وادخلها الفرن. طبعا عماله ايه اوثق حاله، بوثق الحاله. يا انا خلصت المطبخ، بصوا يعني كنت هنا عماله اقول لكم بصوا يا بنات، بصوا انا خلصت ازاي، بصوا. الحمد لله. الحله اللي هناك دي بقى عامله فيها رز ابيض، حاطه معاه كام فص حبهان كده وبس يعني، وبهارات حبهان مطحون والملح وحته سمنه بلدي وخلاص. خلاص يا ماما. المهم دخلت بقى اوضتي عشان اغير فرش السرير. يعتبر انا ما غيرتوش من ساعه ما جيت غير مره واحده بس، فاحنا في صيف بقى وكده ولازم نغير. انا بس ما بقاش فاضيه والله يعني، ما بطلتش انا من ساعه ما جيت شغل في الشقه وتنظيف وترتيب وكده، ونجيب طلبات وطبيخ وانتوا عارفين يعني. المهم فتحت بقى الشباك، كان يهوي الغرفه. وهنا كانت بنتي شالت لي الملايات اصلا، ودي السجاده مكان ما كنت بصلي، كانت موكا قعدت عليها ومرضتش ان انا ازعلها بقى واشيلها يعني.
سبتها نايمه عليها ودخلت انا بقى المطبخ، عملت المواعين والكلام ده كله. حتى كنت عامله لكم ستوري على الانستجرام. كنت منزله ستوري على الانستجرام بقول لكم احنا هنخلص شغلنا امتى وهنعمل شغلنا امتى، وقمت اتشجعت معاكم وقلت هصور الروتين علشان انزله على القناه بتاعتي. فرشت بقى ملايه بيضه كده، وطبعا اللحاف اللي على السرير زي ما هو ابيض، الابيض ده دي الملايه بتاعته اصلا بقى، والمخدات بتاعته كنت جايباه من زمان قوي من هوم بوكس. المهم نضفت كده بقى الاوضه وطلعت بقى إيه صباع روج، على انبوبه الكريم دي، على مسكره، على مش عارف ايه المانيكير بتاعي، وقمت حطهم كده مع المشط على التسريحه بدل ما هي قرعه كده، لحد ما نشوف موضوع المفرش اللي هنجيبه ده ولا مش هنجيبه ولا ايه. بس ودي المخده مكان ما بقعد استريح كده كنت بشيلها احطها على رجلي، فحطيتها مقلوبه. وده معطر كده للجو، بعطر بيه كده الكنبه. شوفوا لازم نعدل كل حاجه، والسجاده بتاع الصلاه والسرير وكل حاجه اعطرها كده. شايفين سوسو قاعده دايما معايا ازاي؟ والله لايقه، بيضه وقمريه وعسوله اسم الله عليها. اهي الاوضه كنستها كمان ومسحتها. ناقص بس اكنس الحته دي، بس اما اشيل الغسيل اللي على المنشر ده. شيلته علشان فيه غسيل كتير بقى في الغسالة، اللي هو الملايات بتاعت السراير اللي احنا شايلينها. طبعا انا كنت بمسح بكلور وعايزاها تدخل، مش عايزاها تدوس في المية كلور، فخوفتها بالشرشوبة كده علشان تدخل على بال ما اخلص، لان بتلحس ايديها كده ورجليها، فمش عايزاها تتعب بقى. والحمد لله صلحنا الحوض بتاع، مش عارفه انا كنت حكيت لكم ان الحوض ده بايظ وبيوقع ميه تحته ولا ايه، والحنفيه بتاعته كانت قعدت ترش ميه كده. صلحناه الحمد لله، ونضفت المكان هنا بقى ونضفت الحمام خالص، خليت المكان زي الفل. هي تعتبر الشقه دي كانت مهجوره اساسا، مهجوره، كل حاجه بايظه فيها وكل حاجه فيها مفككه، نيجي نستخدم الحاجه تقوم مكسوره على طول عشان مركونه. طاجن اللحمه اهو طلع من الفرن، شايفين بيبقلل ازاي، وانا لسه ماسحه البوتاجاز. لازم يوقع حاجه، لازم كنت بقول لكم هطق لازم انا اوقع حاجه. العرق بتاع غطا الحله بيقع على البوتاجاز، يعني مش عارفه نقطه طرطشت من الطاجن برضو. اهو شايفين بقى الرز بقى، هبدا ان انا اقلبه كده عشان يعني يتفرفر كده من بعضه. شايفينه فرفر ازاي؟ طبعا رز بسمتي، ما كنتش لسه جبت رز مصري اصلا. ده كان اللي عندي رز بسمتي. انا بحب جدا جدا الرز بتاع الشعلان. هنا يعني في السعودية بحب رز الشعلان جدا. في مصر بقى بشتري من اللي بالكيلو. الفرد ده من النقيتي، من العطارة بتاعة النقيتي بشتري بالكيلو، او من عند العطار. انا بحس الرز في مصر البسمتي ده عامل زي البلاستيك بصراحة، مش زي الرز البسمتي هنا في السعودية. انا بقول المميزات والعيوب في اي مكان، انا يعني مفيش مكان كامل. حتى قلت لكم السعوديه حلوه قوي قوي، بس عايزه فلوس، عايزه فلوس كتير. ومصر حلوه قوي وقوي قوي فوق من هنا لحد السنه الجايه افضل اقول لكم قوي، بس عايزه فلوس برضو. المهم الحاجات اللي انا كنت كاتباها بقى ان انا اخلصها. غسيل المواعين غسلته الحمد لله، غيرت فرش السراير اللي في الغرف كلها الحمد لله. مش عارفه دي ايه. عملت الاكل تمام، والتلاجات اللي لسه ما خلصتهاش، التلاجات اللي لسه ما خلصتهاش تمام. غسيل الغسيل طبعا غسلت الحمد لله، وهنشر دلوقتي. هنشر مفاجأة، يعني انا كنت مفكرة حد من البنات نشر، لقيتهم حتى مطلعين لي الغسيل مش حاطينه في طبق، ما حطوش في طبق، فمطلعين لي الغسيل وحاطينه على المنشر كده. عشان اشجع نفسي قلت تطبيق الغسيل اللي انا شلته من على المنشر طبقته، ما ركنتوش، انا ما بحبش اركنه بصراحة. حطيت بقى النوتة كده او الكراسة دي كده في جنب. انت طبعا هنا كنت بستريح شويه بعد الاكل بقى، وبعد ما غسلت المواعين مكان الغدا. هنا سوسو كانت قاعده معايا في المطبخ، طبعا مفرهده من الحر لان المطبخ عندي حر خالص. في مروحه وكل حاجه، بس بتحرك الهواء السخن، مش بتجيب لك هواء بارد كده. هنا كنت عماله اكلمها مش عارفه والله بصراحه كنت بقول لها ايه، بس اكيد كنت بدلعها يعني. بقول لها انتي صاحبتي،
هي صاحبتي يا جماعة من ساعة ما جت، عمري ما هنسى السوسو دي. وقفتها معايا كانت بيجيلي نوبات صرع يا جماعة، ونوبات وتشنجات، وكان بيغمى عليا والله. وكانت بتفضل قاعدة جنبي، اصحى افوق من النوبة دي او الغيبوبة دي، الاقيها نايمة على صدري، ابقى نايمة على جنبي، تلاقيها نايمة على جنبي اليمين كده نايمة عليا. المهم، فمش هنسالها اي حاجة ابدا، ولا عمري اتخلى عنها ابدا، قصاد روحي يعني، قصاد روحي كده. دي المبخرة اللي انا جبتها من يوم ما جيت الشقة دي، وانا جايبة المبخرة دي صغنونة قوي، بس ماشي حالها يعني. ولعت بخور بقى عشان يغير ريحة الشقة كده، لما جوزي يرجع يدخل يلاقي الشقة ريحتها حلوة. طالعة بقى رايحة اوضتي اغير هدومي، لقيت الغسيل زي ما انتوا شايفين كده. رحت حاطة الموبايل بقى ونشراه، شايفين لوحة فنية، لوحة فنية، تسلم ايديك يا ام. لو كان في على فكرة غسلة كمان في الغسالة، حطيتها كمان على المنشر، بس ما وريتها لكوش. شايفين؟ رحت بقى للفحماية، كانت خلاص سخنت. حطيتها على المبخرة كده، وبستخدم نوع بخور برضو عندي من يوم ما جينا الشقة دي. ما جبتش بخور جديد، انا ما جبتش اي حاجة مستكة، ما جبتش اي حاجة من دي خالص. كل ما اجي اخد منه شوية صغيرة كده على قد الفترة اللي انا قاعداها، فبقعد هنا اسبوعين بس كده، وارجع مصر تاني، علشان خاطر الولاد بيبقوا مع ماما يعني، وانا باجي هنا علشان خاطر ورقي، وعشان خاطر متابعتي عند الدكتور. يعني انا بتابع عند الدكتور هنا آه علشان رقبتي وظهري، وكمان عشان اعمل ورقي، وكمان بزور جوزي يعني كده، مثلا البيت يعني اطمن عليه، لان هو بيعرفش ينزل لنا خالص. المهم، دي جو بقى البخور بقى بيدي ريحة حلوة في المطبخ كده. وده كان اليوم بتاعي النهاردة، وخلص الحمد لله كله في المطبخ كده وفي الغسيل. ان شاء الله نغير جو مع بعض بعد كده في الفيديوهات الجاية، ومع الف سلامة.